فيلمنا بيبدأ بنيلز كوكسمان وهو في شغله انه بيشيل التلج من على الطريق عشان يقدر يوفر مكان للعربية تعدي. بعدها بيرجع هو وابنه كايل للبيت، وبيتكلم كايل مع مامته جريس وبيستأذن منها ياخد مفتاح العربية عشان يطلع على شغله في المطار. وبيتعشى نيلز وجريس سوا، وبتعرفوا انه عنده حفلة تكريم بكرة، انه افضل شخص للعام ده في مدينة كيهو، وانه لازم يجهز خطاب يقوله في الحفلة. وبنيجي لتاني يوم وبتبدأ جريس تساعد نيلز في اللبس، وكانت هي اللي بتركب له زراير البدلة، وراحوا الحفلة سوا. وبنروح لكايل اللي خلص شغله في المطار وراح يغير هدومه عشان يدخلوا عليه ناس فجأة ويخطفوه في عربية، وبيلاقي صديقه دانتي أول ما يدخل وهو مربوط فيها، لكن دانتي بيفضل يحاول لحد ما بينجح انه يهرب. وبعدها بيحقنوا كايل كمية كبيرة من الهيروين وبياخدوه على كافيه، وبينزلوا يتكلموا معاه كأنه سكران ومش في وعيه، لكنه في الحقيقة كان مات، وسابوه على ترابيزة في الكافيه ومشيوا. وبنروح بعدها الفايكنج رجل الأعمال وأكبر تاجر مخدرات وهو رايح شغله، بيبلغوا انه ابنه رايان مش راضي يروح المدرسة، فبيروح يتكلم معاه ويسأله لو ده كان بسبب تيم المتنمر اللي معاك في المدرسة. ولما بيتأكد ان هو السبب بيقول له اللي يكلمك اضربه. وفي وقت ما نيلز بيكون بيقوم بدوره في ابعاد التلج عن الطريق، بيلاقي مراته جاية تجري عليه، وبيجوا بعد كده وهم في المشرحة عشان يتعرفوا على الجثة ويشوفوها، وفعلا بينهاروا اول ما بيشوفوها. واول ما بيسمعوا الدكتور وهو بيقول انه مات بسبب جرعة هيروين زيادة، بيدخل نيلز ويوضح ان كايل ما كانش بيشرب اصلا، فبيرد عليه الدكتور ان كل الاباء بيقولوا كده. وبيخرجوا من المستشفى وجريس حاسه بالذنب جدا انهم ما كانوش يعرفوا حاجه عن ابنهم، ومصدقه ان ابنها مات بسبب جرعه هيروين. لكن نيلز ما كانش مصدق، وده اللي خلى جريس تتعصب انه مش سامع غير نفسه ومش عاوز يعترف بغلطهم من وجهه نظرها. وبيروح نيلز علشان يجهزوا يروحوا الجنازه، وبيطلب من جريس انها تركب له زراير البدله، لكنها بتكون مش مهتمه. وبيخلص نيلز الجنازه وبيروح على الورشه والجراج اللي بيركن فيه عربيات الشغل، وبيمسك البندقية وبيقرر انه ينتحر، لكنه بيتفاجئ بوجود دانتي في الورشة وبيطلب منه فلوس عشان لو مسكوه هيقتلوه. وبيقول له ان كايل ما ماتش بسبب جرعة هيروين زيادة، وانهم اتورطوا مع اشخاص. فبينقض نيلز على دانتي وبيطلب منه يقول له مين دول، فبيرد دانتي ويقول له على اسم واحد بس اللي بيتعامل معاه هو سبيدو. فبيسيب نيلز دانتي وبيروح للملهى الليلي اللي هيلاقي فيه سبيدو، وبيطلب انه يقابله. فبياخده سبيدو وبينزل بيه في الاسانسير، وبيبدأ نيلز يعرفه بنفسه انه ابو كايل، لكن سبيدو بيعمل نفسه مش عارفه وبيوريه المسدس اللي معاه علشان يخوفه ويمشيه. لكن نيلز بيتهجم على سبيدو بضربات كتيرة ورا بعض بتخليه يفقد الوعي، وبياخده جوه عربية وبيستنى لحد ما يفوق عشان يسأله مين اللي خلاه يعمل كده والا هيكمل ضرب. وبيعترف سبيدو على ليمبو، فبيجيب رقمه من موبايل سبيدو، وبعدها بيقتل سبيدو، وبيلف بعدها جثة سبيدو بشبكة سلك ويرمي في المية. وبيرجع بعدها نيلز للبيت، وبتكون جريس حزينة جدا، وبيسألها لو كانت حابة تعرف هو كان فين، لكنها ما ردتش عليه. وبنرجع تاني الفايكنج اللي بيبلغوا ان سبيدو مختفي وهو رايح يوصل ابنه المدرسة، وبعدها بيشوف كيس حلويات في شنطة ابنه، فبيتعصب جدا وبيرميهم من الشباك. بنروح بعدها لشرطة مدينة كيهو، الضابطة كيم ورئيسها في العمل، وهم بيتجولوا في المدينة، وبتكون كيم متحمسة جدا انها تخلي المدينة احسن، لكن رئيسها في العمل بيفهمها ان دي مدينة اشهر حاجة فيها المخدرات والانبساط، فما تعملش مشاكل وخلاص. وبينزل نيلزي بالليل للورشة، وبيبدأ يغير في شكل البندقية بتاعته عشان تبقى اصغر ويعرف يخبيها في الجاكيت بتاعه. وبيروح تاني يوم لليمبو المحل، وبيستنى لما الناس تمشي، وبدأ يتكلم معاه، لكن ليمبو شك فيه فبيجري على السلاح بتاعه، لكن نيلز كان اسرع وتفادى الضربة وضربه هو. وسأله مين اللي خلاه يعمل كده، عشان يرد ليمبو ويعترف على شخص اسمه سانتا وشغال في المطار. فبياخد نيلز المعلومات وبيضربه بالنار، وبياخد الجثة يلفها بالسلك وبيرميها في المية. وبيروح نيلز على البيت علشان يلاقي مراته بتسأله لو كان عارف ان كايل كان عنده اكاونت على الفيسبوك، او عارف ايه هي افلامه المفضلة او اغانيه، وبتحاول تثبت له انهم ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن ابنهم. وبنرجع على بيت فايكنج وهو واقف مع طليقته آية اللي بيكونوا مش على وفاق، وبتكون آية رافعة دعوة حضانة ضده ان الولد يفضل معاه 11 يوم ويفضل معاه 3 ايام بس، وان في اختلافات كتيرة بينهم في طريقة تربية رايان. وبيدخل عليهم ماستانغ الراجل من رجالة فايكنج عشان يبلغوا ان ليمبو كمان مختفي. وبيخرج فايكنج يتكلم في التليفون، وبيقعد ماستانغ مع رايان ياكلوا ويتكلموا مع بعض. وبيستنى نيلز لحد ما سانتا يخلص شغله ويلحقوا بالعربية في التلج، لحد ما بيعرف يوقفه بحجة انه عاوز يعدي، لكنه بيضربه جامد وبيسحبه المكان بعيد عشان يعرف منه مين اللي خلاه يعمل كده، لكن مش بيفيده بحاجة فبيقتله. وبيروح على العربية
عربيته عشان يلاقي فيها 10 كيلو هيروين، فبيقطعهم كلهم يرميهم في التلج، وبياخد جثة سانتا ويلفها في السلك وبيرميها في المية. وبيرجع نيلز بيته عشان يلاقي مراته سايبة البيت وسايبه له جواب، لكن لما بيفتحه بيلاقيه فاضي، فبياخد بعضه وبيروح لاخوه كوكسمان اللي كان شغال في ارض عصابات زمان وكان ملقب وينج مان، لكنه اتجوز وقرر ينفصل عن العصابات ويبني اسرة لنفسه بناء على رغبة مراته اللي حبها جدا. فبيروح كوكسمان يعمل تليفوناته عشان يعرف سبب موت كايل، وبيعرفوا انهم قتلوا كايل عشان هو ودانتي سرقوا كيلو هيروين من رجالة فايكنج، فطلب نيلز من اخوه معلومات عن فايكنج عشان يقتله. فبيستغرب كوكسمان، فبيقول له نيلز انه بالفعل قتل 3 من رجالته لحد دلوقتي. وبيكون فايكنج في البيت مجتمع مع رجالته، شايف انه مش طبيعي يختفي 3 من رجالته مع 10 كيلو هيروين، فبيرد ديكستر عليه انه ممكن يكونوا اتفقوا ال3 سوا وقرروا يهربوا. فبيتعصب اكتر فايكنج انه ازاي 3 من رجالته يقلبوا عليه مره واحده، وشك فايكنج في شخص اسمه وايت بول كان من التجار الصغيرين تحت ايد ابو فايكنج، وحب يكبر شويه فخلوه مسؤول عن مدينه كيهو، واتحولت كيهو لمكان للتزلج والفسح، فزاد نفوذ وايت بول. واصدر فايكنج قرر انهم هيقتلوا ابن وايت بول كعقاب ليهم، وبيروحوا 2 من رجالته يخطفوا ابنه ويضربوه، وبعدها فايكنج بيدخل يقتله بالمسدس بتاعه وبياخدوا يعلقوه على يافطه على الطريق بره. وبتلاقي شرطه كيهو بتكلم كيم حبيبها السابق في الشرطه عشان تطلب منه يعرفوا الجثه دي بتاعت مين، وبيبلغها بان صاحب الجثه اسمه سيمون ليجر وابن وايت بول تاجر المخدرات، وان وايت بول وفايكنج بيتشاركوا في التجاره في مقاطعه كيهو، وعشان كده في الاغلب الجريمه دي كانت زي حرب مقاطعات. وبنرجع تاني لكوكسمان وهو بيبلغ اخوه باللي عرف يوصل له عن فايكنج، وقال له لو عاوز تقتله لازم تجيب قاتل محترف زي الاسكيمو مثلا. وفعلا بيتكلم نيلز مع الاسكيمو وبيتفقوا، وكان في الاول الاسكيمو شاكك ان نيلز تبع الشرطه، لكنه لما اتاكد طلب منه يدفع التلتين المبلغ الاول والتلت الباقي بعد العمليه. لكن كانت المفاجاه لما الاسكيمو راح لفايكنج عشان يبيع له المعلومه دي ويبيع نيلز نفسه، وفعلا فايكنج حول للاسكيمو مبلغ مالي مقابل انه يقول له ان اللي كلمه علشان يقتله حد من عائله كوكسمان، واول حد جه في بالهم هو رجل العصابات السابق وينج مان، فبيقرروا انهم يقتلوه. وقبل ما يطلع الاسكيمو من البيت كان مقتول، وبيخرج موستانغ وديكستر عشان يخبوا الجثه، وبيبان هنا انها بتجمعوا صدقه جامده. وبيكون نيلز في الوقت ده بيدور في الجرايد على خبر موت فايكنج، لكنه مش بيلاقي، فبيعرف ان المهمه ما تمتش، وبيروح فايكنج الوينج مان وبيبدا يساله ليه بعت حد يقتله، فبيقرر وينج مان انه يتحمل الموضوع وما يجيبش سيرة اخوه. فبيسأله فايكنج لحد ايه تقدر تتحمل الالم، فبيعرفوا انه مريض سرطان فمفيش الم بعد الالم ده، وبيتقتل وينج مان. وبنيجي بعدها لوايت بول اللي بيحضر جنازة ابنه وهو في قمة التأثر، وبيقرر انه ينتقم ليه من فايكنج في ابنه. في نفس الوقت بيتجمع فايكنج مع رجالته علشان يحاولوا يصلحوا الوضع مع وايت بول بعد ما عرفوا انه مش هو اللي ورا كل اللي بيحصل، فبيطلب منهم افكار، فبيرد ديكستر انهم يعتذروا له، وده بيستفز فايكنج جدا من ديكستر واسلوبه وتهكمه دايما، فبيضرب راسه بالنار وبيطلب انهم يقطعوها ويودوها لوايت بول على ان هو ده الشخص اللي قتل ابنه واحنا عاقبناه وعايزين صلح. وطبعا الموقف ده اثر جدا في صديقه ماستانغ، وبتوصل للظابطه كيم معلومات عن دانتي وكايل، فبتروح لنيلز تبدا تساله وهي شاكه انه عارف حاجه ومخبيها، لكنه قال لها ان ابنه مات بجرعه زياده من الهيروين وان وجودها ملوش اي لازمه. وتاني يوم قدام مدرسه رايان بيكون نيلز موجود علشان يخطف الولد، ورجاله وايت بول موجودين علشان يخطفوه، لكن بيجي لهم امر من وايت بول انهم يستنوا شويه قبل التنفيذ لان جاي لهم رسول من عند فايكنج. وفعلا بيروح شخص من عند فايكنج براس ديكستر لوايت بول، لكنه بيرفض الصلح وبيقتل الرسول. لكن بيتفاجئوا رجاله وايت بول ان نيلز اخد الولد في عربيه وفهمه انه من رجاله والده، لكن الولد شك فيه وقال له انت خاطفني، بس نيلز كان بيعامله كويس جدا وروح معاه على البيت وجاب له اكل، وحكى له كمان قصه قبل النوم وخلى رايان ينام في حضنه. وفايكنج لما عرف ان ابنه اتخاطف بيفكر انه عشان الفلوس، وبيكون مستني تليفون الخاطف علشان يساومه، لكن محدش بيتصل. وبيروح رجاله وايت بول يقتلوا واحد من رجاله فايكنج، وبيروح بعدها بواب مدرسه رايان لفايكنج بيقول له انه يعرف مين اللي خطف ابنه، وانه شافه قبل كده في مدينه كيهو المسؤول عن ابعاد التلج عن الطريق هناك، والعربيه اللي كانت معاه عربيه من عربيات
الشغل، وانه اتعامل معاه كمان في كيهو قبل كده وفاكر اسمه كويس واسمه نيلز كوكسمان. وبعد ما عرف فايكنج المعلومات قتل البواب. وبنيجي بعدها لوايت بول اللي واخد رجالته وحاجز لهم فندق وكان بيقضي يوم ترفيه في تلوكيهو، وفي نفس الوقت بيكلم نيلز فايكنج وبيقول له ان ابنك معايا واداله عنوان يجي عليه وطلب منه انه يروح لوحده. وكان نيلز بيعلم رايان سواقة الجرارات، وكان فايكنج في الوقت ده وصل لبيت نيلز وبيفتش فيه ويدور على ابنه، وبيلاقي شنطة ابنه هناك لكن مش بيلاقي ولا رايان ولا نيلز لانهم كانوا في الورشة، وبيفضلوا يفتشوا في البيت لحد ما بيلاقوا صورة وقدروا يحددوا منها عنوان الورشة وراحوا على هناك على طول. وهنا بيظهر انتقام ماستنغ لصاحبه ديكستر، وبنشوفه بيكلم واحد من رجالة وايت بول وبيعرفوا المكان اللي هم رايحين. ونيلز كان بيراقب الطريق ولقى فايكنج مش جاي لوحده، فراح يخبي راين في مكان علشان ما يتأذيش، وبيجري نيلز يستخبى علشان يضرب النار على فايكنج، لكن واحدة من رجالة فايكنج بتشوفه وبتمسكه توديه لفايكنج. لكن رجالة وايت بول بتظهر دلوقتي وبتضرب نار على رجالة فايكنج، وبتبدأ معركة بين نيلز وفايكنج ورجالة وايت بول ورجالته، وبتنتهي ان كل الموجودين بيموتوا ما عدا نيلز ووايت بول. وبيتحرك نيلز بعربيته على التلج علشان يشاور له وايت بول ويركب معاه العربية، وبتيجي الشرطة المكان ضرب النار، وفجأة بيطلع رايان من جوه وبياخد جرار من اللي اتعلم ازاي يسوقهم وبيتحرك بيه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تقول لنا رأيك تحت في الكومنتات. سلام.